في فيديو النهارده اعرفك ازاي تقدر تحترف لعبة اي فوتبول 25 وبالاخص في الديفيجن، عشان انا عارف ناس كتير مش عارفة توصل الى ديفيجن 1. تعال اوريكم انا قدرت افوز كام مباراة في الديفيجن، وتعالوا كده نعد مع بعض. اول مباراة ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 مباراة متتالية فوز وانتصار وبكل سهولة. فهعلمك النهاردة ازاي تحترف اللعبة، بس كل اللي عليك انزل اضغط لايك واشترك معنا في قناتنا الجديدة، ويلا بينا على الحلقة. اول خطوة يا شباب عشان تحترف اللعبة هتعتمد على تصميم الخطة واختيار المدرب واختيار اللعيبة على ارض الملعب. فتعالوا مع بعض كده نصمم الخطة واقول لكم على بعض النصايح مهمة جدا، لو نفذتها هتكون محترف يعني بنسبة 90%، والباقي بقى هيبقى داخل الملعب. فهنبدأ دلوقتي بالتشكيلة. قبل ما نصمم التشكيلة هنختار المدرب. فأنا شايف إن أفضل مدرب في حالة الدفاع إذا أنت مش عارف تدافع كويس فهو يكون مدرب بيلعب بستايل لونج بول كاونتر. فأنت شوف مين أقوى مدرب عندك واختاره بيلعب بالأسلوب دوت. فأنا اعتمدت على أرتيتا دبل بوستر ولعبت بيه تمام. فأنت شوف مين عندك كويس واختاره تمام. دي أول نقطة. النقطة التانية هتبدأ توزع التشكيلة بتاعتك، بس في 6 لعيبة لازم هتحطهم زي ما هقولك، وباقي اللعيبة حطهم بالطريقة اللي انت عاوزها. اول لاعب اول 6 لعيبة هتختار ايه عشان اوريك ال6 لعيبة؟ اختار اي خطة، يا اما خطة 4 2 3 1 يا اما خطة 4 2 1 3، يا اما دي يا اما دي. اختار اي خطة فيهم تمام. انا اخترت دي تمام يا شباب. طيب مين بقى ال6 لعيبة اللي انا عاوزك تسيبهم متمركزين؟ هما ال6 لعيبه دول، شايفهم ال6 لعيبه دول؟ ما تلعبش فيهم ولا تيجي ناحيتهم وسيبهم بتمركزهم كده. اما بالنسبه للاربع لعيبه اللي قدام دول فانت حركهم بالطريقه اللي انت عاوزها. عاوز تلعب على اجنحه العب، عاوز تلعب 2 بس سنتر في الهجوم وليكن كده مثلا، 2 في الهجوم و2 اجنحه، الاتنين اي ام اف مفيش مشاكل. عاوز تلعب مثلا بواحد اس اس وواحد ام اف مفيش مشاكل. عاوز تخليه متجنح برضو مفيش مشاكل. فالعب بالطريقة اللي انت عاوزها في الاربعة الهجوم، ولكن الاربعة اللي هم في الستة اللي في الدفاع دول هتسيبهم بنفس ستايلهم بنفس تمركزهم بنفس حركتهم كده، ما تلعبش فيهم. طيب يبقى كده عرفنا خطوتين مهمين جدا. هنيجي للخطوة الثالثة، هي موضوع التعليمات هتدي واحد ديفنس اللي هو ده، وهتدي مدافع برضو ديفنس. هتدي 2 ديفنس بالمنظر ده خلاص من الباكات، يعني بدي ده عشان بيهاجم بدي ديفنس وبدي ده ديفنس تمام عشان ما يتقدمش، عشان ستايله قريب من الدستروير. هنيجي بقى لاختيار اللعيبة على ارض الملعب. اختيار اللعيبة ليا كان عبارة عن ايه؟ اخترت ده يكون بيهاجم وانا مديله تعليمات فردية يدافع، عشان لو خسران وحبيت اهاجم فافك ويطلع يهاجم، يعني الغي التعليمات اللي هي الدفاعية واسيبه يطلع يهاجم ومع ايدج كروس فهيرفع. طيب بالنسبة لده وده اخترتهم بيلد اب اللي هو ايه، نظام اللي هو بناء لعب. ليه بقى؟ عشان الدستروير انا معايا 2 دستروير بره حلوين جدا، معايا مالديني ومعايا توني، بس المشكلة ان هما بيتقدموا فبيسيبوا فراغات ورا. فاتنين بيلد اب مع اللاين مع اسلوب اللونج بول كونتر فهيرجعوا ورا تمام. اخترت الباك التاني دفاع وما اديتوش تعليمات، هو كده كده هيدافع. الباك دوت دفاعي ديفنسيف فول باك اللي هو ظهير مدافع تمام. اخترت بقى الاتنين اللي في خط وسط دي ام اف نفس الستايل اللي هو انكر مان اللي هو اللاعب ارتكاز زي ما انت شايف. فاعتمدت ان يكون ال6 دولت 6 اساسيين في الدفاع ما يتقدموش ويرجعوا على قد ما يقدروا. ده بيرجع وده بيرجع ودولت ما بيتقدموش. اعتمدت بقى في اسلوب اللونج بول كونتر انه الاربعه الهجوم دول بقى بيعملوا قلق. اول ما بتقطع الكرة طبعا هم عارفين اللعيبه بيبقى عندها سنس كده، عارفين ان ال6 دول بيدافعوا فغصب عنهم هم دول بيهاجموا، فتلاقيهم اول ما بتقطع الكوره بتلاقي الاربعه دول بيقلبوا 4 هجوم، مش بيقلبوا 2 و2 و2 لا بيقلبوا ال4 هجوم. فبتعمل قلق جامد جدا على اي منافس. وجرب التشكيله دي، مش شرط اللي هي بنفس المنظر، يعني ممكن قلت لك تلعب كده وكده، ممكن قلت لك تسيبه كده، ممكن تحط ده هنا كده وتحط ده هنا. فالعب بالطريقه اللي تعجبك في الهجوم. ممكن تخلي دوت جناح
تخلي واحد اس اس وتخلي ده كده، يعني تلعب بده هنا كده، حط لي ده هنا وحط لي ده كده مثلا وده كده. العب بالطريقه اللي تعجبك في الاربعه الهجوم دول. الاربعه الهجوم دول حركهم بالطريقه اللي انت عاوزها، بالفكر اللي انت عاوزه. عاوز تلعب باجنحه العب، عاوز تلعب بالاربعه يكونوا ضامين جوه، 2 ضامين جوه وواحد وراهم العب. عاوز تخلي ايه، العب بالطريقه تشكل الاربعه دولت بالطريقه. عاوز تلعب بيهم الاربعه هجوم، العب بيه كما تشاء. الاربعه دولت حركهم بالطريقه اللي تعجبك وانت هتعمل احلى اداء العب. بس يفضل ان انت ما تخلكش باربعه هجوم، يفضل ان انت تخليك مثلا جناح، واحد ام اف، واحد اس اس كده، يعني دلع نفسك. واحد كده يعني خليها مثلا بالمنظر ده، عاوز تخليها كده وترجع ده كده وده كده. فيفضل ان انت ما تخلي، يعني حاول تلعب بالاتنين. اي ام اف برضو افضل شويه، فهتعمل قلق لاي منافس. طبعا ده بتخليه سي اف بالمنظر ده. ويكونوا طبعا اغلبيه اللعيبه هنا سرعه، يعني ده سرعته 91، ده سرعته 96، ده سرعته 100 تقريبا، وده 100. يعني اوريك السرعات، ده سرعته كام، 99، والتاني تقريبا 99. فاعتمد الهجوم يكون اقصى حاجه عنده السرعه 99، وده 96 زي ما قلت لك. فاعتمد ان اللعيبه تكون في الهجوم سريعه 96، ونيمار 91. فاعتمد ان هم يكونوا اللعيبه كلها سريعه قدام، عشان اول ما تقطع كره في ثانيه يكونوا عند الجون وانطلاقاتهم عاليه وتقدر تجيب اهداف. وجرب التفكير ده وجرب الخطه دي وهتعجبك. ولو عاوزين اي حاجه انزل اكتب لي تحت في كومنت، واشوفكم حلقه جديده. الى اللقاء في حلقات قادمه.